رغم انه انا فائز، لكن انا غير راضي على قانون الانتخابات، لانه قانون ضاعف عدد المرشحين، وصلوا الى 7000، يعني مقارنه بقانون انتخابات 21 كان نصف هذا العدد او اقل، وكان الفائز الاعلى، فائز الاعلى يعني يخليك ما تكثر مرشحين حتى لا تشتت الاصوات. مال سياسي عادي، تشويه وتشويش للناخب، لكن نتيجة هذه الانتخابات أفرزت قوة كلاسيكية منسجمة نوعا ما، صح راح يختلفون عن المغانم لاحقا، لكن منسجمة، ماكو عقد، ماكو أفراد هواي، لأنه الأفراد مشكلة في العمل السياسي والاتفاقات. وبالنسبة لحظوظ الحكومة الحالية صفر بهذه الحكومة، هو قدام الخيارات: أما يشارك كوزارة أو وزارتين، أو يذهب إلى المعارضة، ماكو خيار، ورجع إلى حجمه الطبيعي. طبعا فراتين كان مقعدين، ان شاء الله يرجع الى اثنين، يعني رجعت القوى السياسيه الشيوعيه الكلاسيكيه هي مسكت زمام الامور، هو هذا طبيعي. طبعا افرزت ايضا انتخابات اختفاء وانحسار قوى مدنيه، والقوى اللي تعول على الجانب الغربي اختفت تماما، يعني كل القوى هي قوى محافظه.